سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. البلاغة الميسرة، البيان والمعاني والبديع بأسلوب مبسط مع الأمثلة والتطبيق البلاغي. جمع وترتيب: عبد الشكور معلم، عبد فارح. أم كتابة هيك لو كتابة معاصرانيك بلاغة بالشوازي شزور آسان باسكات هرشنا إما بو علومي بلاغة أويك مطلوبة لحجرة كان من الجوهر المكنون لا فراها شتاو هيك الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون. يعني أم كتابة كدوسطو نوتو يك بيتا كتابي تلخيص لقل كتابي تلخيص، يعني دواية أو إيتر أقب تشتكتب كاين تربو خود لحجرية أو اندبس، يعني بهالحال أم نظمة لقل تلخيصة يعني لقل عقود الجمانة يما أوادر سالينو لعلومي بلاغة ببي دريش كدنوي حواشي وكومل كتاب وأوشتانا شو كأمانة خيري زوريتها بلام لبروي النظم بو طلبي سرتاي لا علومي بلاغة قرانا أم شرح من أم كتاب من هالبجاد البلاغة الميسرة بما بستي أويك أقرب شتانا لعلومي بلاغة بزانين أو كاتا نظمك زور عسانا به زور أم كتابش أسلوبي كي أكاديمي جواني هي لهندق لجامعات أخوان بشوازي كي زور جوان ترتيبي علومي بلاغي كدوا امرو درسي يكما لا برا شوار لا برا شوار مدخلك مقدمك يعني ناتشي نسري هندك باسي أهمية علومي بلاغة ودراسات علومي شرعي وأوشتاني كدوا ك دراسات قرآن والسنة وأنا لسر علومي بلاغة وعلومي عربي وأنا دوستيت هندك لواني باس كدوا راست خوتشي نسر مدخل تعريف البلاغة دسبيكين لغة واصطلاحا بلان بيش أويكا شنو مدخلك علومي عربي، علومي آلية، علومي أسباب، أما قرآن سنة وهروها علومي قرآن السنة مثلا الحديث الفقه التفسير أوسع علمه وهروها علمي أصولي يعني أوانا مقصودا غايا. أما علومي آلة علومي عربية وعلومي عقلية. علومي عربي معناها علومي عقليش معناها علومي عقلي مثلا وكو منطق وكو آداب البحث والمناظرة عندك علوم معناها لا زماني عربي وغير عربي هر هي ومطلوبة. أما علومي عربي كآلن بو فهمي خطابي عربي هندي قالين مثلا دوان زعيل ما هندي قالين كم تندق زياتر بارحال واختلاف في شان لو دوان زعيل ما هي أو دوان زعيل كدان راون بو أو كإنسان لا خطاب عربي تبقى أو دوان زعيل ما علومي عربي نا قرآني تا نا سنتي تا نا فقهي تا نا أصولي تا أو كالين ملاي دوان زعيل يعني كابر دوان زعيل مي هي أو دوان زعيل ما هي علومي عربية نا فقه نا حديث نا قرآن نا تفسير نا عقيدة نا هيج تقدراني يعني علومي أصلا علومي كتاب السنة يعني علومي عربية يعني علمي شيء يا بوما علمي إملاء باشا علمي إنشاء مثلا شلون إنشاء نسيد وعلمي خط مثلا علمي وضع علمي معانية بديعة بيانة مثلا نحو صرفة مثلا لو بابتانية وعروض قوافي وأنا علمي عروض علمي قوافي
عندك خلافه مثلا عندي كان علمي ادب دائما عندي كثير كان عندي كان الين بديع هلا قال معاني وبيانها عندي كان علمي اشتقاق يعني عندي قالين علمي اشتقاق لصرفها هي بهرحال او دوان علمه جرينجن بلان او دوان علمه بس اوي كتولى خطابي عربي يبقى بس لخطابي عربي يبقى نثرا وشعرا وهل يشكلوا علمانش يعني جرينجي خويه ودوري خويه ايشي خويه اوي ترنايكا بويا يسأل علمي صرفة بناء كلمة أناسي لعلمي نحو أواخر كلمة أحوال أواخر كلمة ومحل كلمة لجملة لعلمي اللغة مثلا قواميس مثلا دلالي كلمات زاني دلالي كلمات فقط دلالي كلمات أما لعلمي يعني بلاغة نخير دلالي تركيب مثلا جملة مثلا أو تحسينات وجوان كاري وقوتي كلا هنا هي لا مثلا للغة هي استبون من أجتو وتد محمد بحر ها علي بون من باسي مدحي شخصي كي زيد بحر أجر بون من أجبلي زيد كالبحر في مثلا في العطاء أما تشبيهك بقوته بس أجوت زيد كالبحر بقوتره أجوت زيد بحر بقوتره لو زياتر وهذا مش شيء يك معنى أجيني بلام قوتي زياتر قوتي دلالي يعني لرستكي لتركيبك حتى مراعاتي علومي بلاغتها بكري قوتي زياتر بويا علمي مثلا صرف مانزاني نحو مانزاني دلالة لغة مانزاني مثلا بلاغة مانزاني بهرسيكي وبمعاني وببديع وبيانه مثلا عروضها عروض يعني علمي عروض شيء يعني أوزاني بحور الشعر مثلا كوتاي الروي كلمة كان حرف كان أخير بيوت الروي قوافي قافية يعني آخر تفعيلي كلمة مثلا شونا اشتقاق علمي إنشاء مثلا شون إنشاء والمكتب معناه هذا لكون هو يعني شون إنشاءك بهالحال أم علومانا علومي عربيين إيك لو علم الزور قرنقهنا لدواي أو إيكا طلباء صرفي خوين ونحوي خوين وطبعا إملاء وانش لقليا يعني اگر قاموسێکی خوێن دواننا گرنگە علومی بەلاغە بزانێت هەر سێ علمی بەلاغە کە سێ علمن ئێستا ئێمە لەم کتێبە ئینشاءڵڵا بە مختصری ئەبواب ڕئیسیەکانی علمی بەلاغە ئەخوێنین زۆر ئینشاءڵڵا بە شێوازێکی ئاسان فێری علمی بەلاغە ئەبین و ئەبوابەکانی و مصطلحەکانی ئەبین دوای ئەوە مەسەلەن علومی تر دێتە پێشەوە لێرە ئەم پێشەوەی بچێتە ناو هەر سێ هینەکەوە هەر سێ علمی بەلاغە و علومی بەلاغە مەدخەلێک یعنی تەمهیدێک جگە لە مقدمەی کەلامێکی خۆی مەدخەلێکی هێنا بۆ پێناسەکردنی مصطلحاتی علمی بەلاغە ئەڵێ البلاغة لغة الوصول والانتهاء گەیشتن و کۆتایی بە ڕۆشتنت یان بە گەیشتنت بە شتێک پێوترێکی بەلاغە بۆ نمونە ئەگە تەرکیبێک بێنی لەو تەرکیبانەی کە هێناوێت ئەڵێ بەلەغە فولان مرادەه فڵان کەس گەیشتە ئامانجی خۆی مەبەستی خۆی بەلەغە يعني وصله إذا وصل إليه كابو البلاغة لغة الوصول جيشتن أما الزماني يعني بعض الزماني عربية كلمة بلاغة أو هاتوا أما بين الاصطلاح ده الزاروي زانياني علمي بلاغة ده مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته طبعا يعني بلغ علوم اللغة ووشتيك بقول أو تريت بقول أو تريت
تولى حالك بونمنا أجر لكاتك كاتي خوشي إنسان كان به تو قسيش الناخوش بيني دل بيني تو خراب باسكي حتما مطابقني قسيك الناخوش باسكي لا همو مقامك لا همو بارك لا همو حالك كاتك قسيك يعني مطابقة جنجاوة لقل أو حاليك تو قسيتياكي أنجا قسك شي به قسيش فصيح به يعني فصاحي شي تيابه فصاحي كلمة وكلامي تيابه كلمات كان اختيار كانت بو أو كلمانا بورستكش واضحا يعني معناه شي قوري مزن بقيني تأدية يعني لسر خوتي لابي أدائي بكي بعبارة صحيحة فصيحة بدستواجيك بعباريك كهم صحيح بيت وهم فصيح شو كان دجار صحيح بلان فصيح نية رون وآشكران نية كلمة لو باشترها يا الشوازي قانك زور نية لها في النفس أثر خلاب ضلقير يعني خلاب يعني ضلقير ها يعني أويك ضلت بيقرد مع ملائمتها يعني مناسبتها للمقام الذي قيلت أنجا قصيك بيت جنجاو به لقل أو مقام أو حاليك أو دوخيك أو إنسانيتها زمانا ومكانا ومنزلة والأشخاص المخاطبين لقل شاق ساك وتقع البلاغة وصفا للكلام والمتكلم دقت بدن ولا تقع وصفا خاتك بجراب كيشا ولا تقع وصفا للكلمة يعني أكريبلين فلان كز بليغة أكريبلين فلان كلام جملة بليغة بس نا أكريبلين فلان كلمة بليغة كلمة وصف ناكريبة بليغ كلمة وصف كريبة فصيح كلام وصف كريبة فصيح متكلم وصف كريبة فصيح بس كلمة بناوتر بليغ هو فرق نيوان بلاغة فصاحية فلا يقال كلمة بليغة إلا إذا أريد بالكلمة كلام مركب أكربون من كلام مركب بون منا لا إله إلا الله كلمة يا كلامة كلمة توحيدني كلمة وكلامة جاري وهي ألقى الخطيب كلمته نيو ساعة قساك علي ألقى الخطيب كلمته يعني كلامه يعني خطبته بويا جاري وهي كلمة ما بس في كلام يعني كانت كلمة هذا الخطيب فصيحة أو كاتب بس ما فيش كلام أو كاتب درست أما كلمة يعني كلمة واحدة اصطلاحا وكل علماء نحو بينا قلت شيء بليغ بينا قلت شيء فصيح والكلام فلا يقال كلمة بليغة إلا إذا أريد بالكلمة كلام مركب والكلام البليغ هو الذي يكون ملائما للمقام يعني كلامك أجر بليغ بيت أجر ذو بلاغة به خاون بلاغة به يعني بلاغيتي به أبيت شيء به جنجاو به بو مقام بو منزلي أو شخصة بو حال باري أو شخصة وتكون كلماته كلها فصيحة أبيك يكجي شيء كلماني كبكاري يعني فصيح يشبت وفصاحش دوايدين باس يكن كلمة يعني كلامك فصيح بيعني شيء فإذا كان كلام فصيحا أجل كلميك فصيح بكون يا كلام فصيح بو بلان مناسب نبو بحالي مقام شخصك يعني وقت كاتي شخصك لم يكن مناسبا للمقام لم يكن بليغا يعني همو فصيحك بليغ نية همو فصيحك بليغ نية يعني همو كلامك فصيح بليغ نية جاري واي مقام شخصك كاتك كاتي ونية ومن ذلك قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان أتصحو أم فؤادك غير صاح
عشية هم صحبك بالرواح. عندي جرير الشاعر أيوي عبد الملك هيك كلا أمراء معلومة مدحي أكاد أتصحو يعني من سكرك، طبعا باسي خوي أكاو مدحي أيوشك، باسي خوي أكاو مدحي أيوش، طبعا قصيدة كدريجة توان خوتها مشنو سري. أتصحو أم فؤادك غير صاح، يعني آقات لخوتا يعني بابلين غرام وحب وعشق وسكر مشكي مشغول نكدو يضل لا يخوتا آقات لخوتا. أتصحو أم فؤادك غير صاح، طبعا أنا باسي خويك بس مدحي كيشك أوكا لما قامك تو مدحي أمير بكي وباس خد كي كابرا الوازاني بأوت تو زوز رقصة بخوتك إلا كاتك لقل أواقساكي كي الله تو بأودني. أتى فصيح بليغا، همو كلامك فصيح تينيا بليغ ويسم كلامه فصيح بس بليغني مقامك مقامي أو نو. أما بلاغة المتكلم سبلاغي كلام من زاني، بلاغي كلمة منية زاينتان، بلاغي كلام من هبو كتشي بلاغي كلام مطابقة. أما مع الفصاحة، أما بلاغة المتكلم عندي كسي قصة كان يليخشته سكاني دقيقة سي زيادينية حشوينية قصة كان همين مرتبة، طبعا راس الزمان واي أو بلقي لسل أوي لناو ذاكريشي لدليشي إنها الترتيب الفكري قصي زيادينية قصة كاني مرتبة خانية شتية أصنافية كاتي دست الدمكات ودسوا قصي بينات قصي معقولة يعني. أما على خو قصة بكات قصناك بويا فهي ملكة باش صفتك ملكة يعني هيئة راسخة في النفس، هيئتك أخوة إذا بإنسان لناو نفسي ناو روحي ناو عقلي ناو زملم لميشكي لذلي. المهم تفسير القرآن أكاد تايبت خوي تفسير القرآن أكاد أن يكون عالما بالبلاغة، يعني القرآن أوندا بلاغيتيا ناتواني بلي آياتك بلاغيتيانية يانشن آياتك بلاغيتيانية يانشن سورتك يا سورتك بلاغيتيانية بالشواذ للشواذ كان علوم بلاغة لها القرآن فرشو الله. كما أن معرفتها مهمة لدارس علوم الحديث والعقيدة وأصول الفقه. بوشي بو عقيدة جاري وهي تركيبك هي تقديم وتأخيرك علمي معاني أبيته هو كاري أويكتو لو آياتوك خويتي نجي أقل علومي بلاغة نزان يعني جاري وهي مثل حديثك بسجع كوتاي بيه برقة سجع جاري وهي طباقة جاري وهي جناسة جاري وهي مثلا أنواع حذف إيجاز رويداوة إيجاز يعني وكوايك حذف تياكرابه يعني لبرب قوتي كلام أو زيادة أنا هاتوا بيسي نكدوا أو هم زيادة أنا بيت بويا أقتو علمي بلاغة نزاني لو أنا كسك تفسيري قرآن بكات بالشوازك تفسيري بكواب زاني أم آياتانا ربطي أم بيكونية يعني بولنا برقيك لقل برقيك كتير جاري وهي مثلا آياتك ين مقطعك لآياتك جمليك اعتراضية يعني جملة بيش أو باج أو بيك وربط يعني أو جملة بس بو اعتراضات ولو بيناتوا بو معناك والسودي جملة اعتراضية للعلم بديعة بويا الناكري كسيك مفسر به شارحي عقيدة به شارحي مثلا حديث به لعلم أصول لو علومانا كعلوم كتاب السنن بلاغ نزانه ناكري. والعرب في الجاهلية لم يكونوا بحاجة إلى علم البلاغ. لو أنا كسب برسباشا بو لسردمي صحابة لسردمي تابعين يجتابون بيش إسلام كتبي بلاغة نبون خو شعر هبو أوان خوان علم كانيان سليقي
هل بالسليقة بالطبع بمشك بالضل أنزاني يعني شون يستا أقربون منا جمليك تقديم وتأخير كي لزماني كردية أجا كسي كي صادق سبكة وزانية وجملية حق نمو وابيكا أوان بالشوازي قسيان كدوا يعني كامل بلاغة قسيان كدوا طبقي شي زور برز لبلاغة قسيان كدوا علومي بلاغان زاني وبالسليقة علومي بلاغان زاني وبالسليقة مجلد أما طبعا باسي إنشاء الشعر شون أبي كسيك كإنشاء بنوسي زور بليغ وشون فيري شعر أبي أبو هلال عسكري يك مجلد نسي ولا سلام موضوع طبعا ما نبريك إنها أما كامل نية نمجاز نبديع نصناعتين باسي همو علومي بلاغة نية بريك لعلومي بلاغة حتى هو دولة تطوري كدوة تا قات السردمي قزويني بويا فرميتي ثم جاء بعده الإمام عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 من الهجرة يعني عبد القادر بمؤسسي حقيقي علومي بلاغات مؤسس من حيث التدوين نك من حيث الوضع هيش كسي واضعني يا أخوة سبحانه وتعالى لقل أم علمية لقل أم لغية بلاغي دانا بلام وكو التدوين مؤسسي حقيقي كيا كابو أما جرينجا كابو يستا إمامي بلاغة مؤسسي حقيقي وتدوين وكتابي جرينجي نسي ولا سري الجرجاني فألف أسرار البلاغ بويا لمولى أجر كتاب تنكري لبلاغة شكرا أسرار البلاغ يعني تشبيه نبي وقلت شون لحديث بخاري ابدأ بي أبي لبلاغة أسرار دبي يعني أسرار البلاغ أمانة أصولي أم علما أسرار البلاغ وكتابي دوام دلائل الإعجاز أبي دوام مش دبي نك أبي بس مواجبة بس أقول تو صاحبي بلاغة بيت مطالعات ذهبي أبي أمدو كتابة ذهبي ودلائل الإعجاز وتبعه الزمخشري يعني زمخشري المتوفى سنة 38 و500 من الهجرة لقد بدنا فطبق ما قرره يعني هاد بالشوازي في عملي وتمثيل بأمثلة وبأوانا تشين تطبيقي أوي جرجاني كد يعني أصول كان أصولي شيء جرجاني أما شيء تطبيقي هنا تطبيقات أمثلة وآيات وأحاديث وأمثلة زمخشري فطبق ما قرره ثم أتى بعده أبو يعقوب السكاكي دعاء وسكاكي هذا المتوفى سنة 26 و600 فألف مفتاح العلوم إسا تقريبا بس بين توبو أويك ما قبل النهاية بداية المعمر هم علمك تطورك تهفت ريق الرواد يتر أو استيد يتر تطوري يتر شكير بلنا تحسينات وشدة بس أوها بلاغة شو تسرى حتى ما قبل الأخير بيش أخير كيا سكاكية فألف مفتاح العلوم ثم ألف الإضاءة فجاء الخطيب القزويني المتوفى سنة 39 و700 ولخصه يستا تلخيص أمش كتابي السيامة ضرورية لما ربط ملا نابية ملا لعلم بلاغة تلخيصي النبي أو ملائكة لزماني عربي وبلاغة وشي تلخيص ودائما ما مستعان وملايان شيها بدوري تلخيصات شون تشبيهنا ب يعني مع أنواع علوم معرفة أنواع علوم الحديث ابن صلاح وتقريبي نووي علومي مصطلح بدوريها سورة علومي بلاغة لمتأخرين ولا لا ما مستعان وملايان بدور شيها سورة نوا بدور تلخيص
يعني جگە لە کتێبەکانی جورجانی دوانا أسرار ودلائل أنجا تلخيص كتلخيصي شيء تلخيصي مفتاح العلوم تلخيص المفتاح أما هي بس أي اختصار كدوة بلام خوش كتابي كدانا ثم ألف الإيضاح في علوم البلاغة أنجا أما هذا بأسلوبي خوي حركو تلخيص وزياتر كتابي كدانا الإيضاح بويا كتابي إيضاحيش وكو نهاية وايا لا مسألة لا علمي شيء لا علمي بلاغة أجا فرمتي واكتملت قواعد البلاغة على يديه كاوسيم عبارتانك من أول من دون فلان بن فلان من هو المؤسس الحقيقي فلان بن فلان من اكتملت على يديه فلان بن فلان من طبق ما قرره فلان بن فلان أمانة مراتب تطوري أم علما ضرورة طلب بيزانه أم علما بوي تصورك أم علما بمشي هذا تطوري كدوا واكتملت قواعد البلاغة على يديه واستقرت على 3 علوم هي البيان والمعاني والبديع بويا علومي بلاغة سيانة لا هندك كتابة معاني أنجى بيان أنجى بديع لم كتابي خو معنا البيان المعاني البديع ما ترتيبي كون علماء كون أجينا مشكلة نية أما وكو آسان معاني آسان ترى لبيان معاني توزع زور ترى بس معاني آسان ترى شو كم معاني تقريبا لعلوم نحو أي خوانين مسند ومسند إليه وحذف فعل أداة فلان تقديم وتأخير لنحو حميدوا أجا أدوات استفهام نداء حروف يعني زور بي أو علمي معاني زور أحسن علمي معاني أنجا بيان أنجا بديع يعني آسان توزي جرانتر أجل معاني أنجا بيان أنجا بديع بلام ليلة بيان ومعاني أنجا بديع أم تشندي رش بخينين دعاء شين السر فصاحة فوائد دراسة البلاغة سودو قازنجي خويندني علمي بلاغة شيء كان خالق باسكا يكم تعين على معرفة معاني وأسرار القرآن الكريم ووجوه إعجازه يعني يارمتي دادا علومي بلاغ حتى زياتر شارزابي لعلمي بلاغة معناي زياتر لقرآن زاني والسر قرآن دلالي لسر أحكام لسر فوائد يعني شخصي واحد يستبون منا ديت الله لا سورة يوسف عليه السلام 1000 درسي تيا 1000 درس هيا بون منا حديثي بون نشيد وين حديثي يا أبا عمير ما فعل النغير أو حديث كرتا دود يرى أو لا 100 فائدة 100 فائدة 100 شو خصت كلمة شو 100 فائدة تقديمه تأخيره دلالته كذا أنواع دراسية كاسرة حتى وقوي بلاغية حتى لعلومي معاني بيان بديع شارزات البيت أتواني استنباط زيادة بكي يسبويا دائما كساني كجهل يعني حتى ضعيف بن آيات وحديث كان بخنا بردسي سيريك إذن خيكا نازل أبوايا ووايا باش أبوايا أمد شيء شون بس تا علمي زيادة البيت قصنا كان خويا زانن شيء العلم كان نقطة كثرها الجهال يعني تا علم زيادة بيخوض زاني ليك تيجن علماء زانين ليك تيجن لو أنا هو كاري ترهي بو أي خلاف يعني بو درس بالصحيح وضعيف ناسخ ومنسوخ فلان وفلان أسباب زورة بلام وإنسان شاء واعي علم نسبية لنا زانين شاء حتى كاميا علمي كامل تربيه جوانتر ودقيقتر وأصوبتر حكم ده
بويا أميك ووجوه إعجازه شون أم قرآن معجزة وكس ناتوان يتحدى سبب كسي شي عامي بلي كس ناتوان سورتك بين السيئات باش بو ناتوان سيئات أي سيئات شي بس كس نيتواني وتاست خو أمر دي سي ديار بيني تتاو سي دير سي آيات بيني وكو أم قرآن من كل الوجوه نتوان ريت بون منا خرق بكري سم قرآن نتوان ريت خرق بكري بويا دوم تعين على معرفة أسرار كلام النبي والقرآن إن جاء حديث للعمل بسنته واقتفاء أثره للاتباع كتا إنسان شارزات تربية لقرآن وحديث زياتر قرآن وحديث رايك يشد شارزان نبي وأزاني قرآن وحديث جبيكن وأزاني حديث كان جبيكن باشم حديث اللي روالي وحديث والي شون والي جاري وهايا يعني حديثك باسي الصوريق للصوري أو اشتاكا حديثي كدري باسي الصوريق للصوري أو اشتاكا تو علمي بلاغت ببي أزاني أميان باسي يك جانبيك ويوم باسي يك جانبيك والله كاتك علم الدنيا وازاي دجبيك بويا فهو أبلغ البلغاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لها مكسب الاغتداء وأفصح من نطق بالضاد لها مكسب لها مو عربي فصيح تلا يعني الناطق بالضاد هو العرب بويا حديث يكيك لا أصل له يعني لا سند له في غنبري صلى الله عليه وسلم وتوتي له حديث على أساس يعني حديثك الله أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش الله من لقريش بلا من لهمويا أفصح تلم بلا حديثك حافظ بن كثير لتفسيرك ومامي عجلوني لخفاء ومجموعة كلام محدثين معروف حديثك لا أصل له يعني لا سند وبالمناسبة أجر حديث يقول ترى لا أصل له يعني لا سند له سيم تنمي القدرة على تمييز الكلام الحسن الرديء يعني تنمي تنمية زيادة توانات زيادة تواني تمييز أزاني كام كلام أم كلامه أما كرتشوكالا لاواز لروي بلاغه أو يان بقوته كاميان لكاميان بقوته جانا كيتو شارم تساعد على اختيار الكلام المناسب للموقف المناسب أنت خوتش بقوتك تعلمي بلاغة ببي يعني قصي زيادة ناكي أزاين شون قصبكي لقل كيا قساكي إنسان كان هذيك مرتبية كاملة لفظ بكاتي هني شون قساكي بويا واد لي أكاد قصي مناسب وشوني مناسب كاربيني بينزم يقف دارسها على أسرار البلاغة أن جواد لي أكاد تو شندين سود لا منثور منظور منظوم يعني الشعر النثري عرب شندين كتاب نسراوة لمسائل أدب وإنشاء للشعر يعني كاتي إيقونيتوا أجر بلاغة بينبه هذا زاني قصية وتوا والله كاتك مستواي بلاغي برز به أنجح حلاوة خوشي شريني تقديم والتأخير أوهم علوم بتابد علومي بديع أزاني أوانا شن قرنجن كاتك أوهم حذف أوهم إيجاز وإضناب أو ثاني كلا علومي بلاغدت أزاني دودي شيء بمعنى بويا على كي يحذو حذوه وينسج على منواله بوي توشوك أوان تو أجر بلاغت بينبه كاتك إنشاء نسيشتة نسي زور كتشوكالي نسي والله ما أجر بلاغت بينبه توش وكو أتواني وكو فلان وفلاني شاعر وكاتب وأنا شد بنسي ولا سبيل امتلاك البلاغة إلا بمداومة النظر في كتاب الله وأحاديث رسوله إن تواني ببي تبليغ ناي بتكابرك صاحب بلاغة إلا بردوام أبي تماشى قرآن بكي وتماشى حديث بكي بوي هركس يكشار زي قرآن وحديثي هبيت تازيات حفظه تيجي يشتنو سليقيه